رح نحكي اليوم قصة هاجر. قصة حقيقية صارت بأحد الدول العربية. هاجر عمرها بآخر الثلاثينات، ومثل ما بتعرفوا يلي بهذا العمر بسموها عنس أو فات القطار، أو هي خلص ما عاد يجيها هاي الفرص يلي بتتمناها كل بنت. طبعا هاجر أبوها وأمها متوفاين، وهي عايشة عند أخوها وزوجته مع أولاده كمان، وتعتبر شبه خدامة أو هي خدامة بكل معنى الكلمة. كانت خدامة، هي تدير بالها على أولاد أخوها، وهي اللي تقوم بالبيت وتطبخ وتنظف وكل هذا. وأخوها أبدا ما نو متقبل قعدة بالبيت عنده، ما عدا المشاكل اللي كانت تسبب لها إياها زوجة أخوها، وإنه هاجر عملت وهاجر ساوت وكل البلا بيقع على راس هاجر. كانت ممنوعة تطلع من البيت أبدا، بس هي قاعدة لحتى تخدم الأولاد. ممنوع تشوف حدا، ممنوع تشم هوا، ممنوع تطلع وتفوت، حتى مصروف مالها. خلص هي بس عم تاكل وتشرب، وهن مفضلين عليها بإنه عم بيطعموها بشربوها. في يوم من الأيام هاجر مرضت وما عاد فيها تشتغل بالبيت أبدا أبدا، وصارت عبء على أخوها وزوجته، وصاروا يفكروا ليل نهار بقى كيف بدهم يخلصوا منها. فقرروا يبعتوها لعند إخواتها البنات. هي عندها أختين بنات متزوجات، كل وحدة ساكنة ببيت. فصهرن الأول رفض، قال أنا ماني مجبور فيها أبدا أبدا. راحت لعند أختها التانية، قعدت عندها اليوم الأول الثاني الثالث، وهون زوج أختها خلاص قال لها إنه ما بقى فيني أنا أتحمل أختك، وطالع لبرا. وهون هاجر سمعت كلام زوج أختها وشو كان عم يحكي، فطلعت من البيت وهي زعلانة ومقهورة، وما عرفت لوين بدها تروح أبدا أبدا. فما في إلا شارع تقعد فيه. قعدت بهالشارع ساعة وساعتين وثلاثة، ولا بعد فترة بتجي لعندها هيك وحدة ست وبتسألها إنه شو قعدك هون. فهاجر من طيبة قلبها بتحكي لها شو اللي صار، وكيف أخوها قلعها، وكيف إنه زواج إخواتها كمان ما بدهم إياها بالبيت. فبتعرض عليها تقول لها أنا باخدك لعندي على البيت وبنعيش سوا. وهون هاجر فرحت، وحست لأول مرة إنه الدنيا فرحت لها وفتحت لها أبوابها. وفعلا هاجر راحت لعندها على هالبيت، بس ما إلها خبر إنه كان هالبيت رح يكون كابوس عليها أكبر من بيت أخوها. وبعد ما مر أسبوع كامل على قعدة هاجر عند هاي الست، هون طلبت منها إنه تشتغل شغلات ما هي منيحة أبدا. طبعا أكيد فهمتوا شو إنه هي هالشغلات. وهون هاجر رفضت إنه ما فيها تشتغل هيك شغل. فقالت لها إنه أنا عم طعميكي وعم شربك على سواد عيونك، فلازم تشتغلي غصب عنك. وللأسف هاجر ما قدرت تعمل شي أبدا أبدا، وخلص راح تتسلم لهاي العصابة وراح تروح، ما بتعرف مصيرها شو. وللأسف بعد مرور فترة من الوقت بلاقوا جثة هاجر بالشارع مقتولة. وهي كانت نهاية قصة هاجر، هي البنت المسكينة يلي ما لقت حدا من أهلها يهتم فيها ولا إنه يقعد عنده، فتاهت بهاي الدنيا ووقعت بإيدين ولادين الحرام. يا ترى قديش في بهالدنيا قصص مثل هاجر وأسوأ كمان من قصة هاجر. نتمنى السلامة كإلنا ولأولادنا ولكل حدا بنحبه. وهلأ اكتبوا لي بالتعليقات إذا بتحبوا كل يوم نحكي قصة من هالقصص اللي عم بتصير بهالدنيا. وهلأ بنرجع لطبختنا لليوم. مثل ما كنتم شايفين عم أعمل فول مدمس. هذا الفول من الأكلات الشعبية بسوريا، ومشهور كمان بالوطن العربي، وكل دولة بتعمله على طريقتها. طبعا في منه أشكال وألوان، في منه بالطحينة، منه بحمض، ومنه بطبخوه بندورة. يعني كل حدا بيعمله على طريقته. وما بننسى نختمه بزيت الزيتون البلد الصافي. وهلأ كمان بعد ما ننتهي من الفول المدمس رح نعمل فول بحمض كمان، طيب على الفطور على العشاء، من الأكلات الطيبة.
وهون رشيت بابريكا وللأسف كترت، فهون كنت عم بقول لكم إنه لا تكتروا يعني حطوا لها رشة بتكفي يعني. وهلأ هون رح نعمل الفول بالحمض. بنضيف أول شي عصير ليمون، وبنضيف الثوم والملح. هون هذا لازم يكون الثوم فيه ظاهر، يعني بنحط شي 3 4 أسنان يكونوا كبار شوي، بالإضافة للملح وشوية زيت. بنحركن وبعدين بنضيف الفول. هون راح أضيف شوية زيت. طبعا الكمية بدكن إياها انتو حسب بتحطوا حسب عدد أفراد العيلة. هلأ هون ضفت الفولات بحركن، وهون كمان بنزينه بالبندورة بالبقدونس البصل المفروم اللي بدكن إياه. وبنختمه بزيت الزيتون، هذا روح قلبه زيت الزيتون. جربوهم كتير طيبين، بتحبوا الصبحية بتحبوا على المسا مع صحن خضرة. وهلأ وصلنا هون لنهاية الفيديو. إذا كنتوا أول مرة عم تتابعوا قناتي يا ريت تعملوا اشتراك ولايك وتعليق حلو حتى نشوف من أي بلد عم تتابعوني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.